كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. أفنى عمره في الدراسة والتعليم، كان يهاجر بحثا عن العلم والمعرفة حتى يساعد شعبنا الإريتري الأبي. نتحدث عن السيد صالح عثمان شاتير، وهو من مواليد منطقة حجات بقرية عد نسور. في العام 1949 تنقل بين كارن وأغردات للدراسة حتى أكمل المرحلة المتوسطة. سافر بعدها إلى مصر الشقيقة، وذلك حتى يكمل تعليمه، فدرس بمدرسة العباسية الثانوية بالقاهرة، لكنه واجه صعوبات المعيشة مما منعه من إكمال دراسته، فبحث عن منحة دراسية فتحصل عليها من العراق الشقيق، فدرس المرحلة الثانوية بالعراق وتخرج في العام 1970. وبعد تخرجه انطلق في العمل العام، حيث نشط في ساحات النضال سعيا لاستقلال إريتريا الحبيبة، فنشط في اتحاد طلبة إريتريا. لكن مع ذلك النشاط لم يترك الدراسة والتعلم، حيث نال درجة الماجستير في تخصص الأنثروبولوجيا، والذي طور من شخصيته وجعلته يتقلد مناصب عديدة. فقد كان مسؤول الإعلام، ثم مسؤول الاقتصاد، وبعدها مسؤول التعليم بجبهات النضال الإريتري. كان آخرها مسؤوليته عن المالية والاقتصاد. طلب بعدها إعفاءه من كافة المواقع القيادية، وذلك ليتيح الفرصة للشباب. أما هو فتفرغ في 2014 لخدمة المجتمع الإريتري، حيث عمل على دراسة فئة منسية من مجتمعنا الحبيب من الأطفال ذوي الإعاقة الحركية في كافة معسكرات اللاجئين، من أجل تأهيلهم ليعتمدوا على أنفسهم مستقبلا. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته.